السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكورباج. نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الأهلي والرجاء مباراة مهمة جدا جدا جدا، وتوقيتها مهم، والنادي الأهلي عمل مباراة كبيرة. نتيجة 2-0، نتيجة كبيرة، مش كبيرة في السكور ولكن كبيرة لأن الخصم فريق كبير وفريق تقيل. كبيرة ان انت تكسب فرق هدفين وما يخشش في مرماك اي اهداف، دي نتيجة كبيرة لان الرجاء فريق كبير وفريق قوي ومحترم وعنده ادواته. مباراة العودة هتكون مباراة صعبة بالتأكيد، صعبة جدا، لكن لما هنتكلم بقى عن مباراة العودة بشكل مفصل في حلقات تانية ان شاء الله. النهاردة عايزين نشوف بقى الايجابيات اللي اخدها النادي الاهلي من المباراة، الايجابيات والسلبيات. هنبدأ الاول بالايجابيات ونقول كولر تفوق كبير جدا على منذر لكبير، رغم ان منذر لكبير تفوق في بداية المباراة. اول 20 دقيقة تقريبا كان الرجاء افضل، كان الرجاء ضغط عالي على النادي الاهلي. تألق الشناوي انه شال كورتين والنتيجة كانت 0-0، كرة تقريبا انفراد والتسديدة من كرة ثابتة، تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة. برافو شناوي، لان لو كانت اي كرة من دول دخلت هدف كان هيبقى شكل المباراة مختلف تماما، لكن الحمد لله ربنا ستر وقدر بعد كده الاهلي يستعيد زمام المباراة وقدرنا نسجل هدف. تعالوا نقف عند الهدف الاول واقول لك دي اول نقطة واول تركاية عملها كولر، انه لاحظ ان فريق الرجاء دايما بيحاول يبقى فيه في مناطقه زيادة عددية. لما بيضغط الفرقة كلها، لكن لما بيفقد الكرة بيرجع الفرقة كلها ورا الكرة بشكل يعني لو 6 لعيبة من الاهلي لازم يبقى فيه 8 لعيبة 9 لعيبة من الرجاء. وده خلى مارسيل كولر يدي تعليمات لعبد المنعم انه يطلع راس حربة تاني. لما اتلعبت الكرة كان في 2 راس حربة، كهربا وكان جنبه مش بيرسي تاو، وكان جنبه عبد المنعم اللي حط رأسية. الحقيقة بقالنا كتير احنا في النادي الاهلي بقالنا كتير ما بنشوفش الاجوان الحلوة دي بالراس. الكرة اصلا من علي معلول، الشحات عمل فيها مجهود كبير جدا، اداها لعلي معلول، علي معلول ما وقفهاش ما زقهاش ما سندهاش، على طول مباشرة عرضية رأسية، اروع من الروعة بصراحة محمد عبد المنعم. عشان بقى هنا يبتدي النادي الاهلي يفرض بقى اسلوبه على المباراة تماما. مع بداية الشوط الثاني تماما الاهلي سيطر على المباراة الحمد لله. تراجع الرجاء، واضح جدا ان البداية الشرسة اللي هم ابتدوها اثرت عليهم بدنيا جدا. تعال اقول لك على مكسب تاني او تركية تانية عملها كولر. الحقيقة كولر حب يستخدم ديانج، ان هو بيلعب ب3 ارتكاز في نص الملعب في بداية المباراة، فحب يستخدم ديانج كوينج، بمعنى محمد هاني مش هيتقدم، هيفضل ورا عشان يبقى معاه الوينج بتاع الرجاء، على اساس ان هو الوينج دوت واخد تعليمات ان هو يتقدم عشان يخلي محمد هاني ما يتقدمش. والناحية التانية قدامه بيرسي تاو هياخد الباك ويخش على جوه عشان يفضي المساحة اللي على اليمين دي كلها لديانج اللي يخش يتوغل ويقوم بمهام الوينج رايت. الحقيقة عملها ديانج حلو اكتر من مرة، لكن مع الاسف الفينش ما كانش بيبقى مظبوط. محتاج لعيب بقى، او محتاج هو يبقى محضر هيعمل ايه من البداية، ما يسيبهاش بقى لظروفها اللي هو هتيجي عرضية ارجع ولا واسند على حد، لا، كان محتاج ان هو يتمرن عليها اكتر ويتقنها اكتر. لكن هي تركية حلوة. طبعا نزول حمدي فتحي الشوط الثاني حاجة رائعة جدا. الزيادة اللي بيعملها حمدي فتحي، بيقوم بقى بزيادة في الدور الهجومي. كهربا المهاجم بيسحب او بيفضيله مساحة مع الوينج اللي بيبقى فاتح ناحية اليمين خالص. كل ده بيخلق مساحة وسط الخطوط. دايما بيقدر حمدي فتحي في الحتة دي. الحقيقة الفينش عنده عالي جدا، وده بيخلي مارسيل كولر دايما يعتمد عليه ويثق فيه جدا، لان هو الحقيقة في الكرات ديت بيوجدها تماما وما بيغزلوش وما بيغزلناش احنا كجماهير النادي الاهلي. عندنا برضو سلبيات بقى. السلبيات اللي عندنا الحقيقة في منها بدأ يتعالج وفي منها لسه. اول حاجة عندنا مشكلة جدا في الارتداد.
في الارتداد او في التحول من الحاله الهجوميه. لو احنا معانا الكوره وبنبقى بنهجم، عندنا مشكله جدا لما بتقطع مننا الكوره في التحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، بيبقى عليها كلام كتير. الحته دي محتاجين نركز عليها. عندنا برضو مشكله كبيره بقى جدا، دي اللي محتاجه تتحل في اقرب وقت، ان احنا بناخد وقت كبير جدا عقبال ما نسيطر على المباراه. زي ما شفنا في مباراه الرجاء كده، احنا ما سيطرناش على المباراه تقريبا قبل دقيقه 30 او 25 30 ابتدينا نسيطر على نص الملعب ونسيطر على المباراه ونجبرهم ان هم يرجعوا، ونفرض بقى اسلوبنا او رتم لعبنا على المباراه. ده وقت كتير جدا كان ممكن فرقة تانية او ممكن نفس الفرقة الرجاء او اي حد يستغل الفترة دي ويسجل فيك هدف واتنين كمان. في برضو الحقيقة بلوكات كان عندنا مشكلة كبيرة ولا زال عندنا مشكلة، ولكن بدأت تتعالج شوية. بنسيب اللعيبة دايما تشوط على الشناوي بأريحية. الحقيقة الموضوع ده بدأ يقل، بدأ يبقى فيه لعيبة بتخش تعمل بلوكات، لكن لازال برضو في كور بتعدي. محتاجين نبقى أسرع، أو القرار عندنا يبقى بدري، يعني جزء من الثانية. عندنا برضو مشكلة في الكرات الثابتة، لكن أنا برضو شايف إن المشكلة دي بدأت تتحسن، بدأ يبقى في تمركز أفضل شوية. الجوان اللي كنا بنستقبلها من كرات ثابتة بدأت تقل بشكل كبير، ولكن لازال برضو بيبقى فيها فوات كده، ربنا بيستر في النهاية. طبعا الريتم بقى آخر حاجة من السلبيات اللي انا شايفها. الريتم عندنا بطيء، يعني لما بنبقى عايزين نسرع الريتم ما بيبقاش على المستوى. برضو محتاجين نعلي الريتم شوية، في اوقات لازم الريتم يبقى اعلى شوية عشان تفاجئ الخصم، عشان ترهقه. بيبقى في كرات محتاجين جرأة فيها، ان احنا نلعبها على طول بدل بقى ما نحضر. لا، في فرصة هي تك اللعيب ده بتحرك لك لمحته، حاول تحطها له. يعني ده طبعا بالنسبة لمباراة الاهلي والرجاء والايجابيات والسلبيات. طبعا في نفس الدور في دوري ابطال افريقيا النتائج: الترجي قدر يفوز على شبيبة القبائل في الجزائر، وسيمبا على ملعبه قدر يفوز على الوداد المغربي، واخر مباراة صن داونز طبعا 4-1 على شباب بلوزداد في الجزائر. طبعا صن داونز فريق الصراحة يعني رهيب بجد. ان شاء الله نتمنى بقى اتفرج على المواجهة ما بين صن داونز والوداد، هنشوف، او سيمبا، لكن انا اتوقع الوداد هيفوز على سيمبا نتيجة مريحة ان شاء الله في المغرب. ومباراة الوداد وصن داونز هتبقى يا جماعة مباراة رهيبة بجد، وهتبقى بروفا لمباراة الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، اللي هنجتاز بقى الوداد في العودة، وهنجتاز ان شاء الله الترجي، وان شاء الله هنواجه الفايز من صن داونز والوداد المغربي في النهائي. نتمنى يعني ما يحصلش بقى مفاجآت في النص، وربنا يستر. الحقيقة صن داونز اي فرقة هتقابلها هتعاني، لكن هي فرقة بتخسر عادي على فكرة، وممكن تخسر، وليهم مفاتيح وليهم اسلوب وليهم طريقة. لكن حاجتين اتنين عشان تكسب صن داونز، لو ما عندكش الحاجتين دول ما تحاولش تفكر انك هتكسب صن داونز. اول حاجة لياقة بدنية عالية جدا، لياقة بدنية عالية جدا. تاني حاجة تحرك من غير كرة بلا توقف. الفرقة دي عشان تقدر تفوز عليها لازم تتفوق عليها في الحاجتين دول. السرعات مش هتقدر، لان السرعات دي بتبقى حاجة يعني ايه، ملكة كده، حاجة محكومة، انت سرعتك اخرك كذا. لكن تقدر باللياقة العالية والتحرك باستمرار ان انت تقفل المساحات، تقدر ان انت تكون ذكي، لان هم بيلعبوا كرة قدم ذكية جدا. هم بيجمعوا دايما اللعب في حتة ويعيشك الحياة كلها ان هو خلاص هيلعب كده وما عندوش غير كده، وفجأة تلاقيه عمل باصة في حتة تانية بشكل تاني، غير الملعب بشكل خرافي، بشكل فعلا سحري. تلاقي لعيب طلع ما تعرفش بيطلع من تحت الارض. فهم لا، هم لعبهم لعب اوروبي، بيتحركوا من غير كرة بسرعة جدا وبشكل مدروس، مش تحرك بقى عشوائي، مش بيبدلوا اماكن، لا، تحرك مدروس، بيفتحوا مساحات في الملعب بشكل مدروس. هي فرقة تخسر، ولكن تخسر بشروط.
ان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة، وان شاء الله النادي الاهلي في مباراة قادمة امام الرجاء ان شاء الله يعني نكون في الحالة ونقدر نسجل ان شاء الله في بداية المباراة، هيفرق معانا جدا. عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.